تخيل ملك طالع للحرب يواجه أعدائه بشجاعة، وبعدين يرجع يوقع معاهم أول معاهدة سلام في التاريخ. هو رمسيس الثاني، فرعون مصر الأعظم. في القرن ال13 قبل الميلاد اتحرك رمسيس بجيش رهيب ناحية قادش في سوريا عشان يواجه الحثيين، أقوى خصومه. الحرب كانت نار، آلاف العربات الحربية والغبار مغطي السماء. لكن الحثيين نصبوا له كمين قاتل، كاد الجيش المصري ينهار. وهنا دخل رمسيس بنفسه وسط المعركة، قاتل برجولة، وأعاد تنظيم جيشه ونجا من الهزيمة بمعجزة. وبعد سنين من الصراع مفيش لا غالب ولا مغلوب، فبعتوا لبعض رسائل سلام ووقعوا معاهدة مكتوبة على لوح فضة، أول معاهدة سلام في التاريخ. والنهاردة نسخة منها معروضة في الأمم المتحدة. من قائد حرب لصانع سلام، رمسيس الثاني فهم إن النصر الحقيقي هو إن الحرب تقف.